السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي الكرام في فيديو جديد لتوقعات المباريات كأس العالم فيفا قطر 2022. توقعات يوم الجمعة 2/12/2022، الجولة السابعة والجولة الأخيرة من المجموعة السابعة والمجموعة الثامنة. هذه يعني مقابلات كن أو لا تكون، إما تنتصر أو تنهزم، يا تترشح للدور السادس عشر أو ترجع إلى ديارك. نبدأ أحبائي الكرام بأول مقابلة، وهي بين المنتخب الغاني والمنتخب الإيريغواياني. المنتخب الغاني في المرتبة الثانية بعد المنتخب البرتغالي ب3 نقاط، والمنتخب الإيريغواياني في المرتبة الأخيرة 0 نقطة واحدة، وهي تعادلها مع المنتخب الكوري الجنوبي ب0 مقابل 0. أنا أتوقع يعني هو التعادل يخدم المنتخب الغاني. أنا أتوقع يعني فوز غانا بهدفين لا شيء، يعني إن شاء الله تكون يعني أول يعني ثاني منتخب إفريقي يترشح إلى الدور السادس عشر. نشوفوا المقابلة الثانية، وهي بين المنتخب الكوري والمنتخب البرتغالي. المنتخب البرتغالي في المرتبة الأولى ب6 نقاط، مسجل 5 أهداف وقابل هدفين فقط، والمنتخب الكوري بنقطة واحدة. أنا أتوقع فوز المنتخب البرتغالي ب3 أهداف مقابل لا شيء. واللي يحب يلعبها يعني الأفضل أنك تلعبها over 2.5، يعني أكثر من 3 أهداف. نشوفوا المقابلة الثالثة، وهي بين المنتخب الكاميروني والمنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي في المرتبة الأولى ب6 نقاط ومسجل 3 أهداف. البرازيل مسجلة يعني هدفين على صربيا وهدف على المنتخب السويسري، ومش قابلة ولا هدف. المنتخب الكاميروني نقطة واحدة، يعني مبدئيا المنتخب الكاميروني خارج الدور السادس عشر. يعني يتوقع يعني فوز المنتخب البرازيلي، حتى ولو نزلت المنتخب البرازيلي يعني بالتشكيلة الاحتياطية. أنا أتوقع يعني المنتخب البرازيلي سيفوز بهدفين مقابل لا شيء. نشوفوا حبيبي المقابلة الأخيرة، وهي بين المنتخب السربي والمنتخب السويسري. المنتخب السويسري في المرتبة الثانية ب3 نقاط، والمنتخب السربي في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة. يعني التعادل يخدم المنتخب السويسري، وفي حالة فوز المنتخب السربي يترشح المنتخب السربي الدور السادس عشر من كأس العالم قطر 2022. عفوا. أنا يعني الاحتمالية الأكثر هو التعادل أو فوز المنتخب السويسري بهدف مقابل لا شيء. واللي يحب يلعبها اندر 3.5، أقل من 3 أهداف. إلى هنا حبيبي الكرام ننتهي في توقعات المباريات اليوم الجمعة 2/12/2022، كأس العالم قطر 2022. دمتم بخير، نلتقي في مواعيد رياضية قادمة، وإلى اللقاء.